الغاشي كامل اليامات هذو راهي نفحت على البراج ولا المبرجه، كل واحد كيفاه يسميها. حتى انا حبيت نشارك معكم طريقتي كيفاه نديروها. نتمنى انه تعجبكم، راح تجيكم طريه وتجي مبسه، وقد ما تخليها راح تبقى على حالها يعني ما تتبدلش. للمكونات العجين عندي 3 كيلو تاع سميد متوسط اللي نديرو به المقروط، كميه تاع الملح وشويه تاع خميره الكاطو. نذوب بالزبده ونعمر الكيله اللي درت بها الزبده، ندير غير كيله غير ربع ونكملها بالزيت وشني ما نفيضهاش. نضيف عليها غرفه تاع العسل اللي راح تعطيكم واحد التحميره هايله للمبرجه تاعكم. نجيب مبشور حبه تاع تشينا، نبسس مليح مليح بيديا حتى يتبدل اللون تاع العجين ويولي لي ابيض وتحسوه مشمخ. هنا اذا عندك البيتران ديري بالبيتران باش ما تعيش روحك بزاف. نحطو على جهه ونجيب الغرس تاعي اللي كنت نقيته ونضيف عليه كميه تاع الجلجلان باش ما يديرلكمش الحريق في الاستوما. نضيف عليه الزبده وما زهر، نعجن مليح حتى يولي لي طري. شويه تاع طيب مرحي ونخليه على جهه. نجيب طبسيون ندير فيه شويه تاع الشيشه هذيك نخليه على الجهه. عندي كيله تاع الماء ونضيف عليها الماء زهر والماء يكون دافي شويه، ونبدا نلم في العجينه تاعي باطراف الاصابع ما تدلكوش باش ما يروحلكمش التبساس هذاك. نلمها ونخليها على الجهه نشوفها اذا شربت لي ولا لا. انا هنا حسيت بلي العجين يابس شويه، كملت الكيله هذيك وكملت عجنت باطراف الاصابع. نقسم العجين تاعي لزوج ونحاول ندلكو شويه هكذا باش يعني يحكم روحه. راح نجيب الشيشه هذيك ونديرها في هذا العجينه، يعني نرمدها هكذا من الفوق. الدور تاعها انه تجيكم المبرجه تاعكم تجي مبسه ومقرمشه، ويعني كي تقرصوها مش راح تصق لكم. نجيب القرصه تاعي نقرصها ونكون قرصت الغرس، نحط فوق القرصه الاولى ونجيب القرصه الثانيه بعد ما قرصها ثاني غير شويه، ونحاول نسكر الاطراف مليح مليح. من بعد نقرص بيدي، حطوا نيلو من الفوق وقرصوا بالحلاله. لازم ما تجيكم رقيقه، ما تجيكم نقصها طوليا ومن بعد نقصها هكذا مقروطات. نطيبها على نار متوسطه باش تطيب لكم وما تجيش معجنه. تخلوها تبرد مليح، من بعد تقدموها مع حليب ولا لبن. النتيجه راهي باينه وواضحه. نتمنى انه تكون عجبتكم الطريقه تاعنا وديروها كيفنا، وما تنساوش ديروا لي لايك وابوني وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم باش يطلع لي الكونتاي. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.